8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة. احنا في المغرب عندنا جوج ديال المواعيد مهمة جدا، 8 مارس وعندنا 10 أكتوبر اللي هو اليوم الوطني للمرأة المغربية. فالجائزة التي نطلق دورتها الثالثة اليوم وهي جائزة تميز المرأة المغربية وفق المرسوم المؤسس لها، تطلق في 8 مارس وتسلم في 10 أكتوبر. موضوع هذه السنة هو المقاولة النسائية التي تحتاج طبعا إلى فتح مجال لاكتشاف قدرات النساء، وكذلك تسليط الضوء على ما تقوم به المرأة في هذا المجال، والمساهمة للدفع بالمقاولة النسائية للرفع من نسبة هذه المقاولة اللي هي اليوم نقدر نقولوا تتجاوز 10%. في المقاولات الذاتية كتتجاوز 40%، لكن طموحنا كبير جدا للدفع بهذا المجال، لأنه يعطي المرأة وضعية تساهم في تحقيق استقلاليتها، تساهم في تمليكها نوع من السلطة المعنوية، وكذلك تفسح المجال للاستفادة من إمكانياتها وخبرتها في مجال التنمية الوطنية. في هذا اليوم وهو اليوم العالمي للمرأة، لا يمكن أن نتحدث عن عيد أو أن نتحدث في مقابل تضخيم اليوم لنقول عيد، نقول يوم عابر. ليس باليوم العابر وليس بعيد، هو محطة من المحطات التي تستوقفنا لكي نطرح قضايا المرأة. هي محطة من المحطات التي يجب أن تأخذ من وقتنا ومن وجداننا ومن عقولنا ومن جهودنا ومن انتباهنا إلى أن هناك مجالات لم نحقق فيها الشيء الكثير لصالح المرأة. هذا في الحقيقة شرف لي اللي تنصبت كرئيسة اللجنة ديال التحكيم هذه السنة بمناسبة يوم المرأة، وهذا نضال يعني منذ سنوات باش المقاولة المغربية، المقاولة النسائية تكون عندها واحد الدور مهم في المغرب لخلق فرص الشغل ومشاركة في الإنتاج. وكنتمنوا باش يجيونا ان شاء الله ملفات اللي يكونوا في حسن الظن لا بالنسبه للنساء ولا فتيات ورجال، وغادي نشتغلوا كلجنه بواحد يعني الاجتماع كل شهر على الاقل. وفي الاخير من بعد يعني ملي غادي نختاروا داك 3 ديال المقاولين ولا المقاولات اللي غادي يربحوا هذه الجائزه، غادي نحاولوا نواكبوهم من بعد، لان هذا هو المهم، هي المواكبه مده 2 سنين باش يمكن للشركه توقف على رجليها وتولي ان شاء الله شركه وسطى، وعلاش لا شركه كبرى ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.